كما قتل أحد قيادات الإرهاب والتمرد الإرهابي يحيى أحمد حسين المؤيد الذي عثر على جثته في منطقة المقاش. وقال مصدر أمني إنه تم التعرف عليه من خلال جثته ووثيقة خطية تم العثور عليها في جيبه. فيما أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة صعدة أن 5 من عناصر الإرهاب والتمرد لقوا مصرعهم اليوم، وأصيب آخرون عندما حاولت مجموعة إرهابية التسلل إلى موقع الكامب. وكما قالت مصادر محلية أن 20 إرهابيا لقوا مصرعهم أيضا بعد مواجهات مع قوات الجيش تم فيها تطهير المنطقة التي تقع فيها محطة جرمان والمنازل المجاورة لها، فيما قامت وحدات من الجيش بالسيطرة على محطة الجنوب وطهرت عددا من مزارع ومنازل المواطنين من عناصر الإرهاب والتمرد، والتي أقامت فيها خنادق وممرات تحت الأرض إلى بعض منازل المواطنين وضربت مجاميع لهم ودمرت عددا من سياراتهم. وتصدت وحدات أخرى لمحاولات تسلل لعناصر الإرهاب إلى مواقع عسكرية في المقاش وكبدتهم خسائر فادحة، فيما قامت وحدات أخرى بالتصدي لمحاولات التسلل في موقع العير والمرزم وجبل قيس، وتم التصدي لمجموعة من المتمترسين وتكبيدهم خسائر فادحة في أثناء قيامهم باعتداء غادر على القوات المسلحة والأمن في الملاحيض. وقد تم ضرب تجمعات للإرهابيين في منطقة المركوزة والجرائب وتدمير تجمع لسياراتهم في موقع ذويب وجنوب الشرق موقع البرق.